تخيل معايا زنزانه صغيره في سجن الواحات سنه 62 يطلع منها واحده من اشهر الاغاني في تاريخ مصر وبتتسمع لحد دلوقتي. الزنزانه دي كان فيها 4 اشخاص مهمين: شاعر وملحن ومغني ومناضل. بنبدا مع الشاعر فؤاد حداد اللي من رحم معاناته مسك قلمه وكتب قصيده مطلعها بيقول: الليله يا سمره يا سماره الليله يا سمره، وكانه كده بيعاكس مصرنا الجميله السمره. ويهدي القصيده الجميله دي لصديقه المناضل زكي مراد في وجود ملحن كبير طبعا زي احمد منيب، اللي شاف ان الكلمات دي لازم تتحول من كونها قصيده مهداه لاغنيه تعيش لسنين كتير. فبتحفيز من منيب وزكي لفؤاد حداد بيقرر اخيرا ان الاغنيه دي لازم تطلع للنور بصوت المطرب محمد حمام. وبالفعل اول ما بيتم العفو عنهم بيتجهوا الاربعه مباشره للاذاعه المصريه عشان يسجلوا الاغنيه بتاعتهم. الليلة الليلة يا سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة الليلة الليلة ده الليلة يا سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة. ونيجي بعدها ب 19 سنة لما أحمد منيب يكتشف صوت الشاب الأسمر محمد منير ويقرر إن منير يعيد غنائها لكن بتوزيع جديد طبعا، واللي معاها التوليفة دي بتنتشر انتشار كاسح طول فترة الثمانينات، الفترة اللي شهدت عودة أراضي سيناء في 82 وعودة طابة في 89. الجميل بقى كمان في الأغنية دي الكوبليه اللي كان بيقول: البنت قالت فستاني منشور على الشط التاني، خدني المراكبي وعداني، رجعت في الجمرة الليلة. اللي ناس كتير ولحد اللحظة دي أمنت وصدقت إن الكلمات دي مكتوبة لعبور 73 في رسم دقيق ومفصل للوحة يوم النصر وعبور القناة. البنت قالت فستاني منشور على الشط التاني، البنت قالت فستاني منشور على الشط التاني، خدني المراكبي وعداني، رجعت في الجمرة الليلة وكأن فؤاد حداد طلع ساعتها من جيبه قلم من المستقبل يكتب بيه ملحمة تاريخية قبل حدوثها ب 11 سنة كاملين. قول لي بقى في الكومنتات، بتحب الأغنية بصوت محمد منير ولا محمد حمام؟ لو عجبك المحتوى ده اتأكد انك مشترك لاني بحضر فيديوهين جامدين جدا والاتنين مواضيعهم اتذكرت في الحلقة دي. كان معاكم اسلام، سلام.